صباح الخير. يلا بينا نعمل السمان المشوي بطريقة حلوة جدا وبتتبيلة لطيفة وخفيفة تنفع كمان للفراخ. بداية أنا بجيب السمان بقسمه من الظهر وبنضفه كويس جدا جدا جدا، ولازم أنشفه من أي مية موجودة فيه. طبعا الغسيل بالطريقة اللي انت بتحبيها، أنا بغسله بالملح والدقيق والليمون. بعد كده التتبيلة هجيب نص كوباية من مية البصل. ببشر البصل او بعمله في الكبة مع ملح، بيخرج لي المية منه بسهولة جدا. وكمان بشر طماطماية كبيرة، وكمان معلقة صغيرة من الثوم. هبدأ بقى أضيف معلقة كبيرة من صلصة الباربيكيو، ودي يعني إضافة اختيارية، تقدري تحطيها لو موجودة، ما تحطيهاش لو انت مش بتحبيها في التتبيلات عموما. بعد كده هضيف التوابل، عندي ملح وفلفل اسود، معلقة كبيرة من الزعتر، ورشة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من التوم البودر والبصل البودر والبابريكا. هضيفهم على الخليط ده. هضيف بقى على كل التوابل دي عصير ليمونتين صغيرين او ليمونة كبيرة، بتخلي طعم التتبيلة حلو جدا. بعد كده هقلب بقى كل التتبيلة دي بايديا، ولو في اي كلكعة من البهارات بقدر ان انا اعملها بسهولة بايديا. وهضيف بقى بعد كده عليهم السمان. انا بفضل ان المرحلة دي استخدم ايديا عشان اتأكد ان السمان اخد كل التتبيلة. ببدأ ان انا احط السمانة كده من الظهر، وبعد كده احطها على البطن تاني، بحيث ان التتبيلة كلها تبقى على الوش والظهر بتاع السمان. وهكذا باقي كل اللي موجودين السمانات يعني، بضيفهم كده في التتبيلة كويس جدا. وببدأ بقى ان انا اغطيها واسيبها في التلاجة، يعني براحتكم، ممكن تعملوها قبلها بليلة، ممكن تعملوها قبل السوا بساعة واحدة، بس ما تقللوش عن ساعة عشان السمان ياخد كل التتبيلة اللي انتوا عاملينها دي. المفروض ان انا نسيت احط زيت، فهحط ربع كوباية من الزيت، سواء زيت نباتي او زيت زيتون اللي بتفضلوه اللي متوفر عندكم. بس كده، هي دي التتبيلة. طبعا الزيت بتحطوه مع التتبيلة من الاول. بقلبه بقى كويس في السمان تاني مع الزيت، وببدأ ان انا اغطيه، وهبدأ ان انا اسويه. جريل سخنة جدا 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 على النار، لازم وانتي بتحطي السمان كده تعمل صوت التش ده. وطبعا احنا مش محتاجين نضيف اي مادة دهنية لانه اوريدي التتبيلة عليها زيت. ببدأ احطها على الجنب، على ظهر السمانة او على بطنها، على بطنها اللي هي ناحية الجلد، وبسيبها لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده بقلبها وبشربها من التتبيلة بتاعتها. ولما بيخلص كل السمان بالشكل ده، ببدأ ان انا اضيف التتبيلة من تاني، بهدي بقى النار عليه خالص. وببدأ ان انا احط كل التتبيلة اللي ناقصة او اللي فاضلة منه يعني، واحط عليه نص كوباية من المية، وهسيبه على نار هادية وهو متغطي. ادي نص كوباية من المية هضيفها، وطبعا نراعي ان احنا نضيفها على الجوانب مش على السمان نفسه. وببدأ بقى اني انا اغطيه بالفويل او باي غطا عندك، وبسيبه على نار هادية لحد ما يتم سواء على الاخر، يعني لحد ما يبقى دايب كده زي ما بنقول، يبقى مستوي خالص علشان تتأكدوا ان هو مستوي. بغطيه بقى، واول ما بيستوي بشيل الغطا من عليه، وابدأ اني انا اقدمه في الطبق بتاع التقديم. بصوا قدامكم هو بيبقى مستوي خالص اهو. ابدأ بقى اضيفه في طبق التقديم عندي. بس كده الوصفة النهاردة خلصت. طعمها بيبقى حلو جدا وتغيير، والتتبيلة كمان طعمها حلو جدا، لو جربتوها للفراخ بتبقى جميلة. نعملها مع بعض ان شاء الله مرة تانية. السمان ممكن يتاكل بقى، تعملوه مع مكرونة او رز ابيض، او كمان مع سلطة لو حابين تخففوا شوية. يا رب الوصفة تكون النهاردة خفيفة ولطيفة كده عليكم، وان شاء الله نتقابل مع بعض في وصفة جديدة. مع السلامة.